إيه رأيك نبدأ بصراحة تقيلة؟ كل مرة حد يستقيل عندكم بتقوم حفلة تحقيق ودراما، ونسأل نفس الأسئلة الغلط. ليه ساب؟ مين أثر عليه؟ جاله عرض أعلى؟ هو من جيل كله دلع؟ ونقعد نخترع ألف نظرية وننسى الحقيقة الوحيدة اللي قدام عينينا. المكان طارد، والتقدير مسافر من بدري. الموظف ما بيهربش من ورق المرتب، الموظف بيهرب من إحساس إنه ملوش قيمة، من باب مفتوح وكلام مقفول، من مدير يسمع عشان يرد مش عشان يفهم، من سيستم بيعقب اللي بيتكلم ويسيب اللي بيلون. وبدل ما نسأل نفسنا احنا عملنا ايه عشان يخليه يبقى، بنبرر رحيله بكلمتين مخفوظين: ما استحملش، ما لقاش نفسه، اصل الشباب كده. لا يا جماعة، الشباب كده لما البيئة كده. اسمع الحكاية اللي بتحصل كل يوم: موظف بيخش بحماس، يتسلم ملفين تلاتة، يلاقي الأهداف بتتغير كل أسبوع، والفضل بيروح لحد تاني، واللوم دايما بيرسى عنده. يطلب بيزك واضح يتقال له استنى، يطلب تدريب يتقال له شد حيلك، يطلب حقه يتقال له الظروف. وبعد كام شهر يبطل يقترح، وبعدين يبطل يتكلم، وبعدين يبتسم ابتسامة الوداع. هو ما سبقش الشركة، هو سبقنا احنا في الفهم. فهم ان عمره وصحته أهم من خطاب شكر على جروب الشركة. المضحك المبكي إننا بندفع تكاليف خروجه مرتين: مرة وقت تتعلم فيها أو خرجت الخبرة عن الباب، ومرة لما زميله يشوف ويبدأ يدور هو كمان. وبعدين نقول السوق ناشف وشركات التوظيف ضعيفة والناس اتغيرت. الحقيقة إن الناس اتغيرت فعلا، بس اتغيرت لأنهم بقوا شايفين اللي احنا مش عايزين نشوفه. بقياس بسيط جدا: هل أنا راجع من الشغل بني آدم ولا بطارية فاضية؟ هل صوتي ليه معنى ولا مجرد ديكور في اجتماع طويل؟ طيب نواجه نفسنا ولا نكمل تمثيل؟ عايزين تمنعوا النزيف؟ اقفلوا حنفيات الهدر. الهدر في الوضوح، والهدر في العدالة، والهدر في التقدير. الموظف مش طالب مولد، طالب 3 حاجات على قدهم وعملية. أول حاجة وضوح، هدف مكتوب، صلاحيات معروفة، أولويات ما بتتلونش. لو غيرت الاتجاه قول لي بدري وليه. تاني حاجة عدالة، تقييم بالأثر مش بالمزاج، زيادات ومعاملة مبنية على شغل اتعمل مش على وش اتشاف. تالت حاجة انصات بجد، اسمع بدري قبل ما تبقى ترند داخلي. اسمع وارجع بخطوة ملموسة حتى لو صغيرة، وتابع عليها. الناس مش بتطلب معجزات، الناس بتطلب تصدقهم وهم لسه جوه، مش وهم على الباب. ولو لسه بتسأل هو ليه استقال، اسأل نفسك سؤال أصعب: انت آخر مرة شكرت حد على إنجاز واضح كانت إمتى؟ آخر مرة صلحت إجراء بيوقع الناس كانت إمتى؟ آخر مرة حميت حد اتظلم بدل ما تقوله هنتصرف كانت إمتى؟ الاستقالة مش صدفة، الاستقالة نتيجة معادلة غلط بنحلها كل يوم ونقول الإجابة صح. بنقيس الرضا بعدد الشكاوي القليلة، مع إن السكوت ساعات بيكون إعلان يأس. بنفرح بقلة الأصوات العالية وننسى الأصوات اللي اختفت. لو أنت قائد وبتسمعني، خليك شجاع واعمل اختبار مراية. هات 10 استقالات من آخر سنة واقراها على ضوء 3 مؤشرات: وقت التعيين الحقيقي، وقت الاندماج الحقيقي، وقت أول إحباط كبير حصل لهم. هتلاقي النمط ظاهر: أول 90 يوم من غير خريطة، مدير مباشر مشغول عن الناس، ووعود حلوة بتطبع على أرض مش ممهدة. ساعتها هتفهم إن الحل مش في إعلان توظيف أطول، الحل في منظومة أعدل. شيل الكلام الكبير وحط إجراء صغير واضح: سياسة مراجعة رواتب سنوية حقيقية، مسار شكاوي آمن بوقت استجابة ملزم، تفويض بحدود وصلاحيات مش بتليفون آخر اليوم. ولو أنت موظف وبتسمعني، ما تسيبش نفسك جوه فيلم النظريات. وثق شغلك، اطلب مكتوب، وخلي إنجازت هو اللي يتكلم. ولو لقيت نفسك بتتآكل، ما تستناش لما قلبك يقدم الاستقالة قبلك. جرب تصلح، جرب تطلب، جرب تغير مكانك داخل الشركة. لو ما نفعش، غير المشهد كله. كرامتك المهنية مش رفاهية، هي راس مالك الحقيقي. الخلاصة اللي محدش بيحب يسمعها: الناس ما بتهربش من الشغل، الناس بتهرب من الطريقة اللي الشغل بيتدار بيها. والبيئة اللي بترفض تعترف هتفضل تدور على شماعة جديدة لحد ما تلاقي المكاتم فاضية. عايزين نوقف النزيف، نوقف التبرير الأول، نعترف، نصلح، ونفهم إن كل استقالة رسالة. لو الحلقة دي لمستك، احكي لي في الكومنتات عن أكتر نظرية سمعتها لتبرير الاستقالات عندكم، وإيه الحقيقة اللي محدش كان راضي يقولها. شارك الحلقة للي محتاج يسمعها، يمكن نبدأ من هنا تغيير صغير يوقف خسارة كبيرة.